الذي يتخوف منه فريق نعم. دعنا الآن نشاهد ماذا يقول جابي للزميل جمال جبلي. إليك جمال. نعم، معي جابي قائد فريق أتلتيكو مدريد. جابي جابي كانت مباراة صعبة جدا. النتيجة هل كانت عادلة؟ أعتقد أن الفريقين قدما الأسلوب المعهود، هذا ما كنا نتوقعه، وأعتقد أن النتيجة عادلة. فريقك هل خسر نقطتين أم كسب نقطة؟ لعبنا المباراة التي كان يجب أن نلعبها، وأعتقد أن النتيجة ستسعد الفريقين. وبعد هذه المباراة كيف ستكون ردة فعل أتلتيكو مدريد ليكون دائما على مستوى برشلونة؟ نتوقع الاستمرار في هذا المستوى والمحافظة على المستوى، وأن نكون قريبين من برشلونة الذي تفوز، وأعتقد أننا نقدم موسما رائعا. كان عليكم أن تلعبوا مباراة كهذه لتثبتوا أنكم في نفس مستوى برشلونة وريال مدريد. أعتقد أن النقاط التي حققناها هذا يثبت أننا في مستوى الكبار. البعض تفاجأ أن يشاهد أتلتيكو مدريد في منتصف الموسم يشارك برشلونة في المركز الأول. ما هو رأيك عن فريقك؟ هل بإمكانه أن يواصل حتى نهاية الموسم؟ يجب أن نعمل في كل يوم لكي نكون بين الكبار وأن تصلوا بعيدا في دوري الأبطال. نتمنى ذلك، نتمنى الوصول بعيدا. شكرا. إذن عودة إليك بعد هذه المقابلة مع قائد فريق أتلتيكو مدريد جابي. شكرا.